السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في شارع خليل حمادة مع تقاطعه مع ملك حفني. هنشوفوا ايه اللي بيحصل. هو كده تم صب بلاطات المترو لغاية محطة سيدي بشر. طبعا أكتاف السندة دي هتتشال بمجرد ما خرسانة تنشف يعني كده. فعلى مدى البصر اهو كل المسار اتعمل صب البلاطات بتاعته. فاحنا حاليا النهارده نازلين نشوفوا الممر اللي اتفتح بديل او جنب نفق محمد نجيب، لان ادام اتعمل ممر واتفتح للسيارات والعربيات والمشاة يعني معناها ان هيبداوا الشغل في نفق محمد نجيب. هنشوفوا بقى ايه اللي هيحصل في النفق ده، هيبقى وضعه عامل ازاي. هل هيتم مثلا الغاء جزء منه وتمديد مساره تحت الارض في الناحية القبلية يعني او الجنوبية اكتر، عشان يعملوا محور محمد نجيب يكمل لحد شارع مصطفى كامل. هنتابعه مع حضراتكم ونشوفوا ايه اللي بيحصل، بس عايزين نشوفوا الاول ايه اللي بيحصل هنا. دي محطة سيدي بشر ما شاء الله بدأت تظهر اهي، وخلص كل صب البلاطات لغاية سيدي بشر. ادي محطة سيدي بشر عليت خلاص، وهنشوفوا بقى الخطوة الجاية هتبقى عاملة ازاي. هل هيتم دلوقتي رفع القمر ولا في شغل قبليها؟ هنشوفوا ايه اللي هيحصل مع حضراتكم ونتابعوا اول باول كل جديد باذن الله. بس المنظر عامة جميل. هذه المحطة. بص بقى المسافة بين الرصيف ده حاليا او السور ده والعمود بتاع المحطة ده، كل المسافة دي هتضاف للطريق او للشارع الناحية دي والناحية التانية، يعني ملك حفني بحري وملك حفني ابن. هتبقى يعني توسعة حلوة، وده تعتبر اقل توسعة اللي هي حوالين المحطات، لكن التوسعة الاكبر بقى بتبقى على طول المسار، لان في منطقة المحطات طبعا المحطات بتاخد مساحة، فالمساحة دي بتاخدها من الطريق. العرض الزيادة بتاع المحطات بتاخده من الطريق. لكن على طول المسار المساحة الزيادة اللي بتضاف للطريق أكبر كتير جدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يتمم على خير بإذن الله. المشروع ده هيعمل فرق هائل، يعني زي ما قلنا قبل كده هيغير اسكندرية 180 درجة، يخفف الزحمة ويقلل التلوث ويسرع حركة الناس. المشوار اللي كان بياخد ساعة وساعة ونص هياخد أقل من نص ساعة، من أول اسكندرية لغاية محطة مصر، من أول أبو قير لغاية محطة مصر ياخد له
25 دقيقة. مرتاح، في عربيات مكيفة، واحتمال يكون فيها واي فاي. هنشوفه، هنتابع مع حضراتكم ونشوفوا ايه اللي بيحصل وايه مواصفات العربيات دي هتبقى عاملة ازاي، والمنظومة ككل عاملة ازاي. برضو باين من هنا اهو ان بدأوا تركيب الاكتاف الساندة من مزلقان سيدي بشر. هنا كنا عملنا جزء من فيديو وضحنا فيه الشغل اللي بيتعمل ده دلوقتي. عايزين نشوفوا بقى وصلوا لغاية فين. هل وصلوا لغاية محطة محمد نجيب ولا لسه؟ لكن لما عملنا الفيديو كان يا دوبك كانوا لسه بيبتدوا يركبوا الأكتاف الساندة. دلوقتي بقى مشوا مسافة كبيرة جدا. هنشوفوا وصلوا لغاية فين وننهوا الفيديو مع الممر الجديد اللي اتعمل بين قبلي وبحري. مكان نفق محمد نجيب. المنظر جميل ما شاء الله. وهيبقى احلى مع الوقت. هما كده جهزوا على صب البلاطات، صب الخرسانة بتاعت البلاطات، وهنتابعوا نشوفوا ايه اللي بيحصل لغاية محطة محمد نجيب والممر بتاع العربيات اللي شقوه في التلة أو المكان المرتفع اللي بين الطريقين، ملك حفني قبلي وملك حفني بحري. وطبعا اللي اتعمل في شق الممر ده هيبقى كله هيتعمل على طول المسار كله، بحيث يبقى الشارعين قبلي وبحري مفتوحين على بعض على طول المسار، وكل الردم اللي بينهم هيتشال مع الوقت طبعا. وصل اهو، عدوا الحي وداخلين على بلبع. لحد هنا خلصوا الشدات بتاعت اللي بتحجز الخرسانة اللي بيعملوا منها البلاطات أو المصاطب بتاعت المسار. وهنا لسه ما عملوش الشدات، ولكن بيجهزوا الحاجة. وطول ما احنا ماشيين اهو وصل هنا لحد بلبع، والقادم لسه هيستمر. نعدوا الناحية التانية عشان يجيبوا صورة أوسع. عايزين نشوفوا فين معبر من قبلي وبحري وقبلي بتاع السيارات الجديد. هنشوفه في أنهي حتة هو، بس هو قريب من هنا.
لازم يكون قريب نوعا ما من النفق، مش بعيد أوي عنه يعني. شوف هنا كان فيه محلات وأسوار وحاجات كتيرة، كل ده اتشال. الناحية التانية بقى لما يخلص المشروع السور برضه هيتشال والأرض دي هتتساوى، ويبقى الطريق الناحية دي تقريبا في نفس منسوب الطريق الناحية التانية، على أساس يبقى ممكن تعدي من هنا، ممكن تعدي بين أي عمودين في المنطقة، هيبقى في ممر للعبور على الأقل خالص للمشاة. يعني المشاة هيبقى يقدروا يعدوا من أي حتة. على شوف بقى، بدل ما كان يعدي يلف عشان يعدي من فتحة ولا من مزلقان ولا حاجة، دلوقتي هيبقى في أي مكان ممكن يعدي من قبل البحري أو من بحر القبلي. فده طبعا لا يقدر بثمن يعني، ده لوحده تخفيف جامد جدا عن الناس يعني. ادي محطة محمد نجيب. مهما تشوف على فيديو غير اللي تشوفه على الطبيعة، يعني المنظر يفرح 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 فعلا يعني. ادي العمالة طلعت اهي، دي محطة محمد نجيب، شكلها كده بالنظر اكبر محطة على الخط، اكيد في سبب يعني، ربما تكون، هنشوفوا ايه اللي هيحصل ان شاء الله. مش عايزين نسبق الاحداث في الموضوع ده، لكن اهو المحطة ما شاء الله مساحتها كبيرة كبيرة. كل مدة لما بنعدوا بنبص نلاقوا في حاجات كتيرة جديدة اتعملت، فده يعني حاجة تطمن يعني. إن شاء الله يخلص المترو في ميعاده. هذه المحطة والنفق جاي، هو غالبا بين المحطة والنفق، هو مش غالبا، هو بالتأكيد يعني، عشان يبقى قريب من النفق من ناحية، ومن ناحية تانية ما ينفعش يتعامل بين محمد نجيب وفيكتوريا، لأن المنطقة دي زحمة، الشارع ضيق هناك، إنما ناحيتنا احنا هنا الشارع أوسع كتير. فهو دلوقتي احنا افتكر داخلين عليه، هيكون بين محطة محمد نجيب ونفق محمد نجيب الممر ده الجديد، ممر سيارات. محطة محمد نجيب قد ايه؟ مساحتها كبيرة كبيرة فعلا يعني. لغاية فين؟
هل في الحتة دي النفق؟ بس مش شايف عربيات خارجة وداخلة. أقصد الممر مش باين في عربيات خارجة وداخلة. لا باين له مش هنا. امال فين؟ لا ما انا توقعت يكون هنا في الحتة دي كده. ايه يبقى اتعمل بين محمد نجيب وفيكتوريا يعني؟ هنشوفه. انا توقعت يكون في الحتة دي على اساس تبقى جنب النفق، والشارع هنا نوعا ما اوسع من قدام شوية، فهنشوفه ايه اللي بيحصل. طبعا ده نفق محمد نجيب. هل بقى طبعا احنا عارفين ان الناحية القبلية نفق محمد نجيب يعتبر فرعين، فرع متجه ناحية فيكتوريا وفرع تاني متجه ناحيتنا احنا هنا ناحية سيدي بشر يعني. الله أكبر. فهل هيتلغى مثلا واحد فيهم فرع من الفروع خروج والدخول دي للنفق، او الاتنين مع بعض، وبدل ما هم يبقى جنب مسار يعني خروج ودخول جنب مسار المترو، هيتم مده جنوبا في اتجاه شارع مصطفى كامل. هنشوفوا ايه اللي هيحصل بإذن الله في الفترة اللي جاية. هنا هو خلصوا وصبوا البلاطات من محمد نجيب في اتجاه فيكتوريا. شايف حتة واسعة هناك اهي، بس برضو مش باين اي عربيات خارجة وداخلة. ملاحظ ان الردم العالي ده بيشيل اجزاء منه كل فترة. شوف بقى منسوبه بقى منخفض ازاي. المنطقة اللي اللي تحت المسار كانت عالية جدا عن كده، دلوقتي بص بقت ارتفاعها قد ايه. والردم اللي كان هنا الناتج عن هدم المحلات برضو اتشال جزء كبير قوي منه. مش سايبين غير الجزء اللي هو طبعا المهندسين اللي بيحددوا الكلام ده، يعني مش اي حاجة، اللي هو يسند الجزء اللي هو العالي اللي تحت المسار يعني. وعملوا هنا ممر مشاة كمان حلو عشان الناس تعدي منه براحتهم بدل ما يلفوا حوالين الكرة الأرضية. راح فين بقى الممر ده؟ في عربية نقلة خارجة اهي، العربية البيضة اللي هناك دي يظهر بتاعت أساس، اللي هي العربيات العالية دي. ده قريب من قريب من فيكتوريا. ده أنا فاكره هيكون بين محمد نجيب
بين يعني محطة محمد نجيب ونفق محمد نجيب، لكن اتضح انه ده يعتبر بقى بديل بديل لمزلقان فيكتوريا اكتر منه بديل ل لنفق محمد نجيب. هنا شغالين برضه اهو يعملوا الشدات عشان يصبوا بقية البلاطات، وخلاص تقريبا خلاص هيركبوا الأكتاف الساندة ده لغاية فيكتوريا، تقريبا قربوا يوصلوا، يعني قدامهم 30 متر ولا حاجة. ما شاء الله، هانت إن شاء الله خير وخير كتير بإذن الله، هيغير المنطقة تماما وهينفع الناس في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فين بقى الممر؟ نطلع عالي شوية كده اهو، في توك توك خارج اهو. ده قبل فيكتوريا بحاجة بسيطة. ده انا بدأت من الناحية التانية التصوير عشان كنت متوقع انه قريب من محمد نجيب، بس هي فرصة برضو نشوفوا ايه اللي بيحصل لغاية محطة فيكتوريا. ادي الممر اهو، كويس ان انا اتأخرت شوية على العصر اهو، انا كنت ناوي بعد صلاة الجمعة على طول. اهو ادي الممر، عشان الجو دلوقتي احسن كتير طبعا من وقت الظهر. ممر حلو واسع يكفي عربيتين نقل كبار معديين، و المفروض بقى ايه، عايزين واحد زي ده كده في جنب نفق محمد نجيب برضو يعمل فرق كبير. بس طبعا الحاجات دي فنية اللي بيحددها المسؤولين، عشان هم عارفين اللي بيحصل بالظبط وايه الارض اللي محتاجينها، وهل ينفع مثلا فتح ممرات تانية. الحاجات دي كلها بالرغم انها مطلوبة طبعا اكيد وهتعمل فرق كبير يعني، لكن في ضوابط وحاجات بتحدد القرارات دي. فما شاء الله هيعمل فرق كبير بإذن الله الممر ده. وادي محطة نبص عليها بقى بالمرة ادام احنا هنا، محطة فيكتوريا. ولا ايه، نخلوا فيكتوريا فيديو تاني عشان ما نطولش. انا بس عايز اجيب صورة اوضح للممر ده ومكانه، عشان الناس اللي عايزة تعدي منه تعرف بالظبط مكانه فين. بين محمد نجيب وفيكتوريا أقرب ما يكون لمحطة فيكتوريا. ادي محطة فيكتوريا اهي، بدايتها اهي عند نهاية القمر ده.
ده بداية محطة فيكتوريا، فيعني يعتبر جنب محطة فيكتوريا على طول الممر ده في اتجاه سيدي بشر. هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا في الاشتراك في اللايك والشير عشان دايما نجيب لكم كل جديد بإذن الله على قناتكم قناة اسكندرية مع ماجد المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.